السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد من سلسلتنا الجميله ليس مور. الفيديو ده كان مهم جدا ان احنا نقدمه على الفيديو اللي هيبدا يشرح ازاي ترفع كتله 3D للبلان بتاعك. الفيديو ده هيكون عباره عن مقدمه للموضوع عشان تبدا تفهم الموضوع بيتم ازاي، ومن غير مقدمات ومذاكره كتير الموضوع ممكن يجي عن طريق الحس بطريقه جميله جدا وممتازه. لكن قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت ما تنسوش تدعمونا بالتعليق بتاعكم الجميل بتاع كل مرة، وما تنساش تعملوا لايك للفيديو ده عشان توصلوه لأكبر عدد من الناس، وما تنسوش طبعا تشتركوا في القناة لو انت مش مشترك، ولو انت موجود فانت منورنا. يلا نبدأ. في بداية الموضوع أحب أعرفكم حاجة مهمة جدا، وهي وضعية الإنسان هي اللي بتحدد شكل ال 3D. يعني هنبدأ نتكلم النهاردة، وهيكون محتوى الكورس بتاعنا أو محتوى الفيديو بتاعنا ده عن صندوق صغير كده او بوكس صغير. والصندوق ده بعد كده هنتخيل ان هو المبنى بتاعنا اللي هنبدأ نشتغل عليه. الصندوق ده او العلبة دي عشان تبان لك 3D وتبان مجسمة محتاج لحاجتين مهمين. الحاجة الأولى هي المنظور، والحاجة التانية هي الظل. المبنى بتاعك أو الكتلة بتاعتك من غير الاتنين دول ملهاش أي لازمة. المنظور وده اللي هيخلي العين تقبل الشكل وما تكونش رافضاه. يعني بمعنى صح، انا دلوقتي لو جيت رسمت لك شكل بوكس او صندوق كده، وشكل صندوق بالشكل ده، ايهما عينيك مرتاحه له اكتر؟ يا ترى الصندوق ده ولا البوكس ده ولا البوكس ده؟ البوكس ده تقريبا وضعيته مختلفة عن البوكس ده، والبوكس ده مختلف عن البوكس ده، لكن هتلاقي نفسك في الاخر انت يعني عينيك مرتاحة مع الشكل ده في الاخر. وده يرجع لحاجتين مهمين جدا، وهو لان الشكل ده انت شفته في الحقيقه قبل كده. انت شفته في عماره، شفته في صندوق مرمي على الارض، شفت بوكس هدايا بيديك للشكل ده، بيوحي للشكل ده، فبالتالي عينيك قابلت الشكل ده اكتر. اما الشكل ده حتى ولو كان مظبوط فهو مقلوب بالنسبه لعينيك، او اتجاه النظر مختلف عليك، والشكل ده اضلاعه غير متناسقه بالمره، فبالتالي انت عينيك راحت للشكل ده او ارتاحت له. ومن هنا هنبدا نشرح ايه هي الوضعية السليمة اللي بتظهر معاك شكل ال 3D. نرجع كده. تمام. عايز اوضح لكم نقطة مهمة جدا، وهي ال 3D عشان يترسم كويس محتاجين له حاجة اسمها 2D، لان ال 2D هو اللي بيحولك لحالة ال 3D. طيب ال 3D ممكن يجي لوحده وممكن يجي لوحده زي ما انا رسمته دلوقتي من غير ما اشوف 2D، لكن بيكون دايما الشغل عبارة عن خيال و out of scale او ملهوش، يعني ملهوش من غير مقاسات. يبقى الشغل ال 3D لما بيكون ملهوش 2D بيتسمى شغل من الخيال أو out of scale، أو بمعنى أصح اللي هو الشغل اللي ملهوش مقاسات واقعية. وفي الحالة دي الشغل بتاعك بيندرج تحت شغل الفري هاند، ملهوش أي أساس من المقاسات الصحيحة، لكن هو بيعتمد على النسب أكتر، وبيعتمد أكتر على أريحية العين للمنظر اللي هي شايفاه. لكن هنا في المشروع بتاعنا هنحاول نشتغل بطريقة ال 2D عشان نبدأ نوصل لك الفكرة، ومن هنا تبدأ أنت في حالة الارتجال أو في حالة الخيال. هنبدأ بس نمسح الصفحة عشان نبدأ من جديد. ففي الأول كده هنبدأ نشرح 3 وضعيات بالنسبة للبوكس بتاعنا أو المربع بتاعنا، وهو الشكل الصريح، والشكل المايل بشكل عمودي، والوضع المايل بزاوية. يعني هنحاول نميله بزاوية كده شوية. فهنبدأ نتكلم في الشكل ده دلوقتي. احنا دلوقتي بنبص من فوق، يعني تخيل الناس اللي ما عندهاش خلفية ده اسمه بلان، أو بالعربي مسقط أفقي،
او بمعنى صح كأنك ركبت الطيارة وبصيت على الصندوق ده من فوق، بيبان لك بالشكل ده. يعني لو في شجرة جنب المبنى ده او نخلة، النخلة هتبان بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. يعني استكمالا للخيال، النخلة هتبان بالشكل ده، تمام، عشان تبقى الرؤية تبقى ظاهرة. فلو شخص واقف في المكان ده، يعني دي مثلا الرأس بتاعته، وده الجسم، وده القدم، ده مثلا الظل بتاعه، والمبنى ده بيكون له ظل حسب اتجاه الشمس طبعا، بس ده هيبقى في مكان في الشرح الخاص بالظل، تمام. فالشخص ده حاليا دلوقتي بيشوف المبنى ده بالشكل اللي انتوا شايفينه، يعني دي زاوية الرؤية بتاعت الإنسان. فزاوية الرؤية بتاعت الإنسان هتكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هيكون شايفه بالشكل ده. يعني الشخص واقف هنا اهو، وشايف المبنى ده والنخلة اللي جنبيه أو اللي جنب المبنى ده، هنعتبر إن هو بوكس كبير على إيه، نفس مقاسات المبنى مثلا، أو بوكس مثلا 3 متر في 3 متر. فده شكله في البلان أو المسقط الأفقي، وده شكله لما بيكون واقف. فبالتالي هو شايف الواجهة دي، هو شايف الواجهة دي من البوكس، مش شايف أي حاجة تاني. طيب في حالة إن الإنسان يبقى موجود هنا وشايف بالزاوية دي، إيه اللي هيبان من الصندوق ده في الحالة اللي احنا قلنا عليها؟ اللي هيبان عشان تشتغل بمقاسات صحيحة، انزل يعني من عند كل تقابل ضلعين زي الضلع ده والضلع ده بيتقابلوا هنا، هتبدأ تنزل خط داش كده أو خط منقط، ومن هنا تبدأ تنزل خط منقط، ومن عند التقابل ده تنزل خط منقط. الخط المنقط ده بيعمل إيه؟ ده بيحدد الأضلاع اللي هتبان لك في الواجهة، وبالتالي طول المبنى ده 3 متر تقريبا، أو بمعنى أصح ماشي مع المبنى اللي جنبيه. فشكل المبنى بتاعي في الآخر هيكون كده. والشخص اللي احنا عارفينه بيبقى واقف في المكان ده، وهنفترض مثلا ان في نخلة هنا في المكان ده كده زي دي كده، فبالتالي النخلة دي بالاسقاط برضو هتكون موجودة ورا المبنى زي ما انتوا شايفين كده، تمام. طبعا وضعية ان يكون في شباك في الحجرة دي موضوع كبير شوية، بس ممكن نضيفه مش مشكلة. الشباك بيكون عامل كده، وانت بتشوف سمك الشباك فبيكون لي سمك بالشكل ده. طيب تمام. طيب في حالة المبنى ده بيكون شكله ازاي؟ هنفترض ان الانسان واقف هنا وزاوية الرؤية ماشية كده، هننزل بالاسقاطات اللي انتوا شايفينها بتاعت كل مرة، ومع الارتفاع بيكون شكل المبنى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يبقى وضعية الانسان هي اللي حددت ان الواجهة دي تكون اكبر من الواجهة اللي جنبيها، لان انت هنا شايفها واجهة صريحة وهنا شايفها واجهة بزاوية. وزي ما احنا عارفين طبعا الانسان برؤيته الحقيقية، مثلا ده شكل الانسان اهو، فلما بيشوف حاجة بيشوفها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، بتكون كبيرة ورايحة على صغير. يعني لو هو ماسك لو هو قدامه شارع فبيشوفه بالشكل ده، بيكون الزاوية القريبة للعين هي الأكبر، أو الضلع القريب للعين هو الأكبر، والضلع البعيد دايما بيكون صغير. ممكن يكون الاتنين قد بعض، لكن في رؤية ال 3D بالنسبة لعين الإنسان بيشوف الحاجات القريبة دايما أكبر والبعيدة أصغر، فبالتالي بيظهر قدامك بالشكل ده. وعشان احنا دايما بنهتم بالجانب الفني أكتر، هنبدأ نظهر التفاصيل بتاعة البوكس ده كده بشكل شيق، يعني شوية لسعات بيضة كده في الشكل ده. طيب احنا هنا اتكلمنا لما يكون الإنسان في وضعية النظر المقابل للشكل أو المجسم اللي قدامنا، وده ما بيظهرش البعد الثالث أو اللي هو ال 3D في المبنى، دايما بتشوفه شكل ال 2D. والحقيقة لما بنيجي نرسم ال 3D بتكون دايما الحاجة الأقرب للعين هي الأكبر. يعني
خلينا في الشكل ده هنبدأ نشرح عليه. الضلع ده اللي انتوا شايفينه واللي هو مقابل ليه الضلع ده بيكون أكبر من الضلع ده والضلع ده، والضلع اللي ورا بيكون أصغر منهم كلهم. فبالتالي الضلع الأولاني ده لو هيترسم بالشكل ده، فالاتنين اللي جنبيه هيترسموا أصغر منه بالشكل ده كده. ولما نوصل الأسهم ببعضيها فبيبان لك في الآخر شكل الصندوق ده. فلو الإنسان اللي احنا شايفينه واقف هنا كده ورؤيته كده، أو بمعنى صح هو واقف هنا كده كده ورؤيته بالشكل ده كده، فده شكل الصندوق اللي انتوا هتشوفوه. أي حاجة قريبة للعين بتبقى أقرب في الرسم، والاتنين دول وضعيتهم هنا، ودي وضعيتها هنا، والصغيرة خالص وضعيتها ورا احنا مش شايفينها، بس ممكن نرسمها داش كده عشان تتخيلوا الشكل. الصغيرة اللي ورا. طيب نبدأ نمسح الشكل اللي قدامنا ده عشان نبدأ نشتغل على الشكل الأساسي اللي احنا هنشتغل عليه. فبعد ما خدت المقدمة البسيطة القليلة دي هنبدأ نشرح في 3 حاجات مهمين جدا بالنسبة للمنظور. في 3 حاجات رئيسيين لازم نكون عارفينهم. المنظور بيكون له شكل اسمه عين الإنسان، وبيكون في شكل له اسمه عين الطائر، بيكون ليه شكل اسمه عين النملة. ايه الأسماء اللي احنا سميناها دي؟ عين الإنسان دي بمعنى أصح انت بتشوف الشكل من الوجه كأنك واقف على الأرض. يعني احنا دلوقتي عندنا مستوى سطح الأرض بالشكل ده، وانت كشخص واقف في المكان ده، فبالتالي رؤية نظرك بتكون في المستوى اللي انت شايفه ده، بتكون في المستوى ده. طيب بالنسبة لعين النملة، عين النملة دي النملة بتكون صغيرة تحت القدم، فبالتالي رؤيتها بتبقى عاملة كده، فبالتالي دي رؤية النملة. وعين الطائر بيكون محلق في السماء، فبالتالي رؤية نظره بتكون عاملة كده. فالثلاث وضعيات دول هنمثلهم على الشغل بتاعنا ال 3D. الخط اللي فوق وده اللي هيكون خاص بعين الطائر، وده يكون خاص بعين الإنسان، وده يكون خاص بعين النملة. طيب ايه اللي هيترسم معانا في الشكل ده؟ هنا كده دلوقتي الشكل اللي قدامنا عبارة عن بوكس، وده موجود في ال 2D وموجود في البلان او المسقط الافقي، او زي ما قلنا كأنك بتصور المبنى بتاعك بطيارة من فوق، فبيبان في الشكل ده. فلما بيذهب لحالة ال 3D بيتحول للشكل الطبيعي اللي انت بتشوفه. طيب ده رسم اسمه فري هاند. اما الرسم التاني ابو قواعد بيكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الاول بيكون في خط عمودي ماشي، وده بنسميه خط الافق، وده بنسميه الخط الرأسي. والخط التاني الفاصل ما بين الارض وما بين السماء، وده بنسميه الخط الافقي. تمام. اللي بيترسم كالآتي: الضلع اللي انتوا شايفينه ده دايما بيجي في المكان ده. هنغير اللون نخليه بالاحمر ماشي. هيكون الضلع هيكون في الشكل ده، والضلع ده او الاضلاع دي هي اللي هتحدد لنا حاجة اسمها نقط الهروب. نقط الهروب دي هنثبتها في 3 أماكن في الأماكن دي. من نهاية الخط هتسحب لحد نقطة الهروب، نجيب المسطرة عشان ميكونش فيه غلط. هنفترض ان نقطة الهروب هنا، وبالمسطرة نبدأ نشد الخط، ونقطة الهروب من تحت ونبدأ نشد الخط. نقطة الهروب من تحت ونقط الهروب من فوق. تمام. طيب بالنسبة للي فوق احنا دلوقتي كده الخط اللي اتفقنا عليه بيكون في النص اللي هو بيكون مستوى نظر الإنسان، وده عين الإنسان. تعال نكملهم كلهم وبعد كده نشوف الموضوع هيمشي ازاي. أما عين الطائر بيكون زي ما اتفقنا فوق السماء، فده الجزء بتاع السماء وده الجزء بتاع الأرض. يعني احنا دلوقتي عشان ما نتلخبطش، افصل التصميم ده لوحده والتصميم ده لوحده
والتصميم ده لوحده. خلونا في التصميم اللي فوق ده، اسمه السما وده الأرض، ده السما وده الأرض، ده السما وده الأرض. تمام. فلما تكون بتتكلم عن عين الطائر، فهتكون الخط أو الضلع ده هيكون فوق في السما. لما بتتكلم عن النملة هيكون في الأرض. خلاص خلينا في السما، ونبدأ بالمسطرة بتاعتنا نوصل الخطوط. هنثبت، طبعا دي مسطرة محاكاة للمسطرة اللي عندكم في البيت. ادي الخط بتاع المسطرة فوق وتحت، وادي الخط بتاع المسطرة من الناحية التانية. طيب بالنسبة للشكل اللي تحت، نثبت ونبدأ نسحب بالمسطرة زي ما انتم شايفين كده، ونثبت في المكان التاني. يعني المفروض اتنين ماشيين مع بعض. والخط التاني هيمشي كده. معلش الأخيرة دي مفيهاش دقة، بس عشان الشاشة آخرها في المكان ده. طيب تمام كده، احنا دلوقتي عملنا الثلاث خطوط بتاعت الأشكال اللي قدامنا. قاعدة أساسية لما نكون بنتكلم عن عين الطائر، فدايما الطائر بيشوف سطح دايما الطائر بيشوف سطح المبنى. ولما نكون بنتكلم عن عين النملة، دايما النملة بتشوف قاع المبنى، يعني أسفل حاجة في المبنى. طيب تمام، معلش هو في حاجة بسيطة يعني اتكتبت بالغلط. هو ده عين النملة، ده عين النملة، وده عين الطائر، معلش. تمام. فلما بنبدأ نتكلم عن عين الطائر، هنبدأ نتكلم في السماء. يعني الطائر ده طاير في السماء، فبالتالي هيشوف سطح المبنى. سطح المبنى هيتم بالطريقة دي. الخط، نقطة الهروب دي نقطة هروب، هنبدأ نشد من عندها خط بالطريقة دي، ونقطة الهروب التانية خط بالطريقة دي. هيظهر لنا سطح المبنى بالشكل ده. من سطح المبنى اللي ظهر هنبدأ احنا خلاص النقطة دي أو التجمع ده هنمشي من عليه خط، اللي هو الخط الأحمر ده، والنهاية دي هنمشي على خط، والنهاية دي هنمشي عليها خط، ونعيد الخطوط بتاعتنا كده ونلون بس عشان نظهر الشكل. بيكون ده شكل المجسم بتاعك لو طائر بيبص من فوق، يعني لو طائر بيبص من فوق. أما في حالة عين الإنسان، خلاص هو احنا اتفقنا إن التلاتة زي بعض، هنمشي مع ده كده خط كده ومع ده خط، فهيكون المبنى بتاعنا بالشكل ده. نعيد عليه الخطوط أو نديله لون كده. ده في حالة عين الإنسان. أما في حالة عين النملة، فالنملة بتشوف جزء من تحت والجزء ده من تحت، نفس التهريبة. يعني الخطوط دي كلها بتروح لنقطة الهروب دي، بتروح لنقطة الهروب، وده برضه رايح لنقطة الهروب، وده والتالت ده. بيديك شكل هنا صغير كده اللي هو المسدس ده، الشكل المعين ده. بنطلع من هنا قايمة ومن هنا قايمة. بدأ يدينا المربع التالت، ولده هنشوف قاعدته من تحت، وده شفنا الواجهة، وده شفنا السطح بتاعه. فده عين الطائر، وده عين الإنسان، وده عين النملة أو بيسموه عين السمكة. دي التلات وضعيات بتوع ال 3D، واللي هطلع منهم كل الشغل بتاعك. ودايما احنا بنحتاج بالنسبة للعمارة أو الرسم، بنحتاج الوضعية دي والوضعية دي. الوضعية دي لما بتكون ترسم مبنى من فوق أو جزء من فوق، والوضعية دي بتكون مقابلة ليك زي عين الإنسان. طيب احنا دلوقتي كده عرفنا بعض أساسيات الرسم. تعالوا مع بعضينا ونبدأ نصعب الموضوع شوية على المشاهد عشان يبدأ يتخيل معانا. فإحنا دلوقتي موضوع الشرح كان على صندوق، دلوقتي أصبح على صندوق راكب على صندوق تاني أو طالع منه، وهيكون الشكل اللي قدامنا ده. وهنبدأ نحط الخط الأفقي والخط الرأسي اللي هنرسم عليهم شكل 3D.
تمام. دلوقتي عايزين نشوف الوضعية بتاعة المبنى ده من الاتجاه ده ومن الاتجاه ده مرة. خلينا الأول في الاتجاه ده ونبدأ نرسمه. عندنا بعد من هنا لهنا، وبعد من هنا لهنا، وبعد من هنا لهنا. دول 3 أبعاد المفروض يكونوا معاك عشان تبدأ ترسم الرسمة صح. هنبدأ نحط الأبعاد دي على الرسمة اللي قدامنا. يعني دي مثلا طلعت معاك 5 سنتي، فأنت هتبدأ تعمل من هنا لهنا 5 سنتي، مثلا دي 5 سنتي، ودي 5 سنتي، دي 3 سنتي، دي مثلا 1 سنتي، فأنت 1 سنتي هنا، 1 سنتي، وتاخد ال3 دي بدأ من أول هنا لحد هنا 3، ونبدأ نشد الخطوط بتاعتنا الأفقية الرأسية، الخطوط الرأسية أو العمودية. وارتفاع المبنى بتاعك 3 متر مثلا، ففي الاتجاه ده فهيكون الشكل النهائي لينا ارتفاع المبنى ده 3 متر، وارتفاع المبنى ده 2 متر ونص. المبنى ده اللي هو من أول اللي هو 3 متر، اللي هو من أول هنا لحد هنا، اللي هو من أول هنا لحد هنا، ارتفاعه الارتفاع اللي انتوا شايفينه ده. فتعالوا عشان نميزه نديله لون أحمر مثلا. لو لاحظنا مع بعضينا هنلاقي المبنى الصغير هو اللي عامل حالة ركوب على المبنى الكبير، أو هو اللي الظاهر عنه. يعني هو أول حاجة بتقابلك تخيل أنت ماشي كده، أول حاجة قابلتك هو الخط ده، فبالتالي عشان كده هو اللي ظهر معاك. تاني حاجة الخط ده، عشان كده ظهر معاك في الخلفية اللي ورا دي، وبالتالي هيكون المبنى اللي ورا هو المبنى ده. كده دلوقتي انت رسمت المبنى بتاعك بشكل الواجهة، لكن انت لسه في حالة ال 2D. يعني انت كده لما بصيت من الشكل ده شفت الجزء ده او الكتلة دي هي دي، والكتلة الصغيرة هي دي. تمام. كده احنا لسه ما دخلناش في مرحلة ال 3D. هو نفس المنظر لو عاوز تحوله 3D هيكون شكله كده. الضلع اللي قدامك ده هتنزل خطوط، نفس الخطوط هتنزل معاك، نفس الخطوط هتنزل معاك، لكن زي ما اتفقنا أول حاجة قريبة للعين هتكون هي الأكبر. هنرسمها من هنا في مرحلة ال 3D مثلا، مرحلة ال 2D ومرحلة ال 3D. ال 2D هي هنا وال 3D هي دي. تمام. انت دلوقتي شايف الضلع ده قدامك واللي هو الضلع ده، وده هيكون أكبر ضلع موجود فيهم. يليهم الضلع ده هيكون أصغر شوية، يليهم الضلع الأخير ده أصغر شوية. طبعا أضلاع القايمة دي انت مبتشوفهاش، انت بتشوفها خطوط عادية. تمام. هنبدأ نرسم الواجهة دي. الضلع اللي قدامنا ده هيكون بالشكل ده، يعني ده هيكون بالشكل ده، والشكل الكبير ده هنرسمه بعدين. بس خلينا الأول نبدأ نهرب الشكل ده. هنفترض نقطة هروب في المكان ده ونبدأ نهرب عليها الشكل ده. بما ان دي نقطة الهروب خلفية فهي مش هتظهر الخط بتاعها. بعد كده هنبدأ نركب الشكل ده عليها، الشكل ده عليها، الشكل ده راجع ورا، فهتبدأ ترجع هنا ورا شوية، تبدأ طالع الشكل بتاعك، ونهايته نفس نقطة الهروب هتهرب عليها. نقطة الهروب رايحة على الخط اللي تحت، والخط اللي تحت ده برضه طالع على الخط اللي فوق ورايحة على الخط ده مرة أخرى. هنظهرها، معلش نظهرها شوية. ادي الوجهتين اللي فيهم التهريب.
يعني هنلاحظ نقطة الهروب اللي رايحة دي ماسكة الضلع ده وماسكة الضلع ده، نقطة الهروب ماسكة الضلع ده وماسكة الضلع ده. نيجي مقفلين المبنى بتاعنا عن طريق الأضلاع اللي ظهرت دي. نغير اللون. يا ريت لو محدش فاهم حاجة يكتب في التعليقات، عشان اللي ما فهمش نعمل فيديو جديد على كتل جديدة يشرح الموضوع أكتر. زي ما انتم شايفين ادي شكل المبنى ده في حالة L3D وبسيط جدا. هنفترض ان في نخلة في المكان ده هتظهر معاك بالشكل ده كده، وهتكون ورا بالشكل ده برضو في ال2D. ده شكل ال2D بتاع المكان. يعني لو في هنا مدخل للبيت، هنفترض ان ده بيت، هيكون موجود برضو معاك هنا في ال3D نفس المدخل. طيب انت لما تيجي ترسم بتعمل الخطوط الكتيرة دي؟ لا، انت عينيك الاول بتبدأ تحط القواعد دي لعينيك، وعينيك بتتخيل المساطر والخطوط دي كلها، وبتبدأ تلاقي نفسك رسمت بالشكل السريع اللي انتوا بتشوفوه. يعني مثلا شكل راكب على شكل بالطريقة دي كده، وطالع له خطوط، وفي مدخل هنا كده، وتبدأ تعبر عن ايه هو اللي جواك بالنسبة للشكل اللي انت شايفه. ولو انت في موقع، الموضوع ده هيفيدك جدا انك تبدأ ترسم الاشكال اللي قدامك فري هاند. ده بيقوي من مستواك وبيقوي من نظرة العميل ليك او نظرة المدير ليك. حاجة بسيطة خالص اهي، دي جات نتيجة نظريات متراكمة في الدماغ. طيب لو رسمت المبنى بتاعي من الاتجاه ده، ايه اللي هيظهر قدامي؟ تعالوا مع بعضينا كده نبدأ شغل جديد، ونتخيل المبنى بتاعنا ان الرؤية جاية من الاتجاه ده. يعني الانسان واقف في المكان ده، رؤية عينيه ماشية في الاتجاه ده. خدها قاعدة أساسية، اعمل خط عمودي على الإنسان ده، وابدأ مشيه كده مشيه كده مشيه هو نفس الخط لحد ما يخبط معاك في أول ضلع في المبنى بتاعك. زيادة تأكيد للمبنى بتاعي هحدده بالأبيض بس عشان عينيك تبدأ تفهم المبنى فين. ادي المبنى بتاعي، وادي خط، يعني خط زاوية الإنسان اللي هنرسم عليه. بصوا للنقطة المهمة دي، الخط ده هتبدأ تنقله هنا على الخط الأفقي اللي انتوا شايفينه ده. وراعي بقى جدا الزوايا دي اللي ظهرت جديد دي اللي هنشتغل عليها. طيب معنى أصح عشان تفهم أكتر هنقل لكم الجزء ده. زي ما انتوا شايفين الخط ده أصبح هو الخط اللي تحت ده. نغير اللون ونبدأ نرسم زي ما اتعودنا. أول ضلع هيقابلنا هننزل بيه خط أفقي، تاني ضلع هننزل بيه خط أفقي. الخطوط الرئيسية تنزل زي ما هي، والخطوط الرئيسية تنزل كده زي ما هي. هنستفاد ايه من الموضوع ده؟ قلنا طبعا أول ضلع، أول حاجة بتقابلك هي أكبر حاجة في الرسم في حالة ال 3D. يعني لو ده طوله كده، فاللي وراه على طول هيكون أقل منه طول. ففي الحالة دي مين اللي حط قاعدة التقصير دي؟ القاعدة دي بتكون رايحة ناحية زاوية التهريب، وهي اللي بتشيلك المسؤولية دي. يعني ايه لو الخط ده مشي معاك كده والخط ده مشي كده، زي ما قلنا أول حاجة هتقابلك هي أكبر خط في ال 3D. وتاني حاجة هتقابلك هما الضلعين دول والضلع ده تقريبا على مستوى واحد، فهيكونوا هما الأقصر، واللي بيحدد ده هو زاوية التهريب زي ما قلنا أو نقطة التهريب. طيب الخطوط اللي نزلت معانا دي هي نهاية الكتل. الخطوط اللي نزلت دي هي نهاية الكتلة الجديدة، ودي هي نهاية الكتلة. بما إن الكتلة دي أعلى من الكتلة دي، فبالتالي الخط ده هيكون، يعني احنا كنا راسمين يعني دي خليها هي ايه ودي التانية. الشكل اللي احنا عاملينه بيكون يعني شكله كده مربع تحتيه مربع. فبالتالي لما تيجي هيظهر ان الكتلة دي هي اللي حضنة الكتلة دي. فبالتالي الخط اللي ورا ده هيظهر معاك هنا كده، وتوديه على زاوية التهريب هنا وهنا، ونهايته عند الخط ده ونهايته عند الخط ده. فبالتالي الشكل اللي هيظهر قدامك هو الشكل ده.
نظهر شوية الكتلة، ادي الكتلة الخلفية. وادي الكتلة الأمامية. ادي شكل الكتلة الخلفية والأمامية. يبقى الشكل ده في حالة البلان، والشكل ده في حالة البلان برضو، والشكل ده في حالة ال 3D زي ما انتم شايفين ظهر بالشكل ده. هنكتفي النهاردة بالحلقة دي، لأن بصراحة مش عارف أصور من إياد. دعواتكم كده ليه، ربنا يشفيه إن شاء الله، إياد ابني. فإن شاء الله بإذن الله هنكمل وهنشرح أكتر إن شاء الله بإذن الله. بس يا ريت ما تنساش تدعمونا باللايك بتاعكم والكومنت الجميل This is more، وتشترك في القناة وتفعل الجرس. تفعيل الجرس ده حاجة مهمة جدا، مش هيوصلك أي إشعارات غير لما تفعل الجرس. للأسف دي تحديثات اليوتيوب. وإلى اللقاء في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.